السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني من اخر فيديو، راجعه لكم فيديو كده حلو بسيط وملخبط كده، كل احداثه مش مترتبة، بس هي حصلت كلها في نفس الوقت وفي نفس اليوم. احداث كده ملخبطة، جبت لكم حبة من الشام وحبة من اليمن، بس ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتفاصيله كمان تعجبكم. واتمنى كمان ان الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش بقى باللايكات الجميلة، واتمنى القناة تتشاف بشكل اكبر من كده. انا بقالي كتير معاكم في اليوتيوب والله، والقناة مليانة فيديوهات كتير وحلوة قوي قوي. لو شفتوا فيديو في التاني محتوى القناة ان شاء الله يعجبكم، وبإذن الله القناة تكبر بيكم. ما تنسونيش امان عليكم باللايكات، ساعات بلاقيها جايبة مشاهدات كويسة، حتى لو جايبة 50 مشاهدة اتمنى يكون 50 لايك، ساعتها الفيديو هيترفع والقناة هتتعرف وتتشاف بإذن الله. انت بقى بتقلي قطايف، هو في قطايف اليومين دول احنا واحنا داخلين على رمضان ولا ايه؟ ولا احنا في رمضان؟ لا والله، هي بس العيال كان نفسهم فيها قوي، ساعات كده نفسهم بتفهم على حاجة مش في اوانها، فبصراحة جبتها لهم. احنا كنا تحت، فقلت لهم والله بقى ما مزعلاك، وقمت شاريه لهم بقى كده نص كيلو، في اللي بيحبها بحشو وفي اللي بيحبها من غير حشو، في اللي بيحبها مقرمشة وفي اللي بيحبها طرية. انا بقى بحاول ارضي جميع الاطراف. كنا اصلا تحت كده واتمشينا شوية، وكنت برضو بجيب لمحمد تين شوكي بيحبه جدا، بيعشقه، قمت جايبهوله. وبعد ما اتمشينا وطلعنا حطينا كده عشاء بسيط خفيف، جبنا بقى ايه قديمة كده بطماطمايه وقرن فلفل اخضر وجبنة تركي وشوية فول، ومش جبنة تركي بيحبوه جدا، وطماطمتين. كان عشاء كده بسيط وخفيف. وبعد بقى ما اتعشينا واتمشينا وكمان حلينا، ببص حواليا لقيت الدنيا تضرب تقلب. يا نهار ابيض، معقولة انا هنام والبيت بالشكل ده؟ عمري ما يجيلي نوم. واحلى روتين يتعمل في الصيف وفي الحر الروتين المسائي، بتعمليه كده في الطراوة في الروقان، الجو ما بيبقاش حر قوي زي وقت الظهر كده. فغيري بقى فرش سرايرك ونضفي كده حواليكي، هتصحي من النوم تلاقي الدنيا زي الفل بتبرق، ما بيبقاش وراكي حاجة غير انك تتوضي وتصلي وتفطري وتفكري هتاكلوا ايه. غير كده مش بيبقى وراكي اي حاجة، لانك بتكوني منضفة ومغيرة فرش سرايرك، وحتى كمان بتكوني معلقة كده على دورة غسيل، فقبل ما تنامي بتنشريها، وبعد كده بقى خلاص تنامي بقى بمنتهى الارتياح، مخلصة كل اللي وراكي، ومعلقة على غسيلك ونشرتيه، ومغيرة فرش سرايرك، وكنسة الشقة كلها بالمكنسة. وكانت سموكة بقى بتساعدني، ربنا يجازيها كل خير يا رب عننا، عملت صراحة الأوض. وانا عملت الصلاة كده على السريع مصورتهاش، بس اللي كان محتاج بصراحة يتعمل وانا بقى اللي قمت بيه المطبخ. مش عارفة ليه اكتر حاجة بتتزروت وتتبهدل في البيت، واكتر حاجة ما بتطيقهاش لما بتتزروت كده وتبقى مش متروقة والحوض مليان والبوتاجاز والازايز مجرد ما فضيت، دي لوحدها كركبة تانية خالص. هي بقى سبتها بصراحة، عملت الاوض كنست وغيرت فرش السراير وحطيت لي الفرش في الغسالة وعلقت على دورة غسيل. كل ده بقى والله كان بالليل، كان حوالي الساعة 11، بس قمنا كده على البيت مرة واحدة، وبصراحة البيت بقى زي الفل، نمنا واحنا مرتاحين. برضو كانت هي دخلت على الأوضة بتاعتي، برضو شالت الفرش اللي كان مش نظيف عليها، وقامت جاية بقى حاطة لي فرش نظيف. بصراحة برضو كنست وعملت اللازم يعني في الأوضتين. عايزة اقول لكم انا حسيت براحة كبيرة لما نمت، مطبخي رايق، الشقة نظيفة، كنسين وغسلين ومنشرين. هي دي السعادة الحقيقية لست البيت، انك تبصي حواليك تلاقي كل حاجة في مكانها وكل حاجة منظمة، وهتنامي على نظافة وتصحي على نظافة وروقان، يعني مفيش اجمل من كده. وبعد بقى خلاص ما رتبت وغيرت الفرش، قامت جايه بقى مصوره لي كده الشكل النهائي، قلت لها جزاك الله خير يا سوسو، انت كده عملتي اللي عليكي، ربنا يهديها ويهدي اولادنا كلنا. الروتين المسائي ده بصراحة بيبقى عظيم، بتبقي كده كلك طاقة ومفيش حر بقى مضايقك ولا اي حاجة. بصوا بقى المطبخ جميل ازاي، يا سلام، جميل جمال ملوش مثال. بصوا اللي عامل سندوتش وسايب بقية العيش وازايز المية، بصوا مكركبة الدنيا. الحمد لله عملته في اقل يعني من ربع ساعة كده بسرعة، وسبت المعينة يتصفي ميتها، بس حطيت تحتها كده فوطة، والرخامة بقت زي الفل قشطة، والحوض كمان،
وخلصت اللي ورايا. طبعا دي بقى القطايف اللي انا كنت جايباها يا حبايبي. انا ليه بقى صورتها لكم تاني؟ لان كان في زي ما قلت لكم في اول الفيديو، اللي حابب القطايف يعني انا والله في اي اكل كده، في اللي بيحبها بالطريقه دي، في اللي يحبها بالطريقه دي، في اللي عايزه محشيه زبيب وجوز هند، وفي اللي عايزه محشيه سوداني وجوز هند بس. فطبعا وفي اللي عايزها من غير حاجه، يا دوبك بترشي سكر جواها بس. فطبعا انا عشان اميزها، في اللي بيحبها مقرمشه، في اللي بيحبها طريه. فانا الاول عملت اللي محشيه سوداني وجوز هند وزبيب في الاول، اللي هي المحرمشه بقى الجامده دي الناشفه. وفي اللي بيحبها طريه، اللي عملتها زي ما انتم شايفين كده الفتحه. وكنت مجهزه الشربات، هي كوبايه سكر على نص كوبايه ميه، عشان الشربات بتاعك لا يبقى تقيل ولا خفيف. بس كده. وكان عايزاها مقرمشه، طلعي من الزيت، حمريها شويه زياده في الزيت وطلعها على الشربات على طول. عايزاها طريه يعني ليها كده 3/4 قليه زي ما بيقولوا، وطلعيها على الشربات على طول. بس كده. ودي كانت القطايف. بصوا دي الطريه اللي هي محشيه سكر بس، واللي هي لونها غامق شويه دي المحشيه زبيب بقى والسوداني. بصي دي فاضيه، بس كانت طعمه طعامه سبحان الله. اللي هي ما كانتش محشيه حاجه، دي كانت طعمه قوي وطريه وجميله. ودي برضو كانت مقرمشه، وبرضو كانت زي العسل. دايما الحاجه سبحان الله ما تاكليها في غير اوانها تبقى جميله جمال، والله العظيم حلوه قوي. وانا دايما لما باكل القطايف ولا الكنافه بفتكر رمضان، بحس ان انا في رمضان. ربنا يعيدها علينا يا رب ايام سعيدة يا رب. واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بس كده بوريكم بقى طبق القطايف. وده كان يومي النهاردة يا حبايبي. كان يوم كده بسيط وروتين خفيف مسائي كده. انصحكم تعملوا الروتين المسائي في الحر دايما. والله احسن كتير من انك تشتغلي وقت الظهر او وقت العصر. بيبقى يعني عايزه اقول لكم اريافه جامده، والحر مفرهدنا، والمراوح مش عامله حاجه، واللي عندها تكييف الكهرباء بتضرب نار، والكارت بيخلص بسرعه. فانتي احسن لك انك تشتغلي بالليل، يعني على بعد المغرب كده بعد العشاء، بتلاقي الوقت ظريف وبتكون الدنيا طريت شويه، تعرفي بقى تشتغلي، بيبقى عندك باور وطاقه اكتر من الصبح. لان الصبح الحر بيبقى مفرهدنا حتى واحنا في البيوت. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. الجو حر قوي. اما بقى الجو يبقى حر كده، تقول الدعاء الجميل ده: اللهم اجرنا من نار جهنم. عشان ربنا يكفينا حر نار جهنم يا رب العالمين، ويحسن خواتمنا جميعا، ويرزقنا الجنة ونعيمها بإذن الله. المهم بقى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك. لأول مرة بتشوف قناتي فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القناة. وما تنسونيش يا حبايبي، هقول لكم تاني وتالت ورابع، هزهقكم بقى مني النهارده. اللايكات بترفع الفيديو لاكبر عدد من المتابعين. امان عليكم اللايك، اللي يدخل حتى يبص ولو نص دقيقه على الفيديو يحط لي اللايك. ربنا يا رب يسعدكم ويفرحكم ويسعد كل حد بيحط لي اللايك وما بينسانيش من المشاهدة واللايكات والاشتراكات. للي أول مرة بيشوف قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.